الغربيه على الجزائر وتهجم على موضوع الهويه، لانك اذا ودك تزعزع كيان الجزائر تكلم عن الهويه، بس هذا اللي زعزع كيانهم، فهذا اثبت انهم بدون هويه. لكن المهم الجزائر المعرض على الاعلام الجزائري، لانه لا يستطيع لا يستاهل الرد. اول شيء لا يستاهل الرد، ومستوانا ليس من مستواهم، هذا اول شيء مثل ما نقول. والسكوت عن التفاهات ترفع اساسا. اما المصطلح اللي قابله قبل شوي ان ترامب يدق مضاجعنا، اليس من يدق مضاجعكم هو بولوساريس؟ اليس من اخترق حرمتكم هو بولوساريس؟ اليس من سوى هذا وفعل هذا هو فرنسا؟ أليست فرنسا من فعلت ذا الشيء في كل قراكم، قرية في عين مسيلة وفي عين مليلة، ومرورا بالجزائر العاصمة ومرورا بقسنطينة؟ أليس هم من هدوا حرمتكم؟ هل الإمارات من فعلت ذا الشيء؟ يا جاسم، ما هذه الأسماء؟ من هم؟ الفرنسيين الجنرال بول أوساريس. أيوة، الجنرال بول أوساريس معروف بالاغتصاب والتنكيل بالنساء والتنكيل بجثثهم، معروف بول أوساريس. ثاني شيء تفضل. لا أنا أقصد انتبه من الولوغ في هذه الأمور، يعني لا هو قال دق ترامب مضاجعنا. اخوي اسعد اسمح لي، سياسيا لا تدخلش في مساله الاغتصابات وهذه الامور اللي ستدخلوا. يا اسعد ما يبدلوا الاغتصابات. لو سمحت يا قادر لو سمحت يا اخي، اذا فتحت الميكروفون ستنزل. انا يا اسعد وش يا اخي لو سمحت، انت ستزعجني، انا اعرفك، انزل تحت. جاسم، اغتصابات ما اغتصابات، انا اتمنى انك رد العين بالعين سوف نتفادى. لا شوف، اسمعني. هو المشكله في الهويه. شوف، الان شخص جزائري اسمه الامين بالغيث، وكانوا يمدحونه انه مؤرخهم الاول بعد سعد الله، مدري منو هذاك، سعد الله نور الدين سعد الله ما ادري اسمه، شكك في هويتهم، جزائري، والتي كانت مستضيفته جزائريه. أنت تحدثني عن الوضع المأزوم، أنه يكون هذا كالرد على الإمارات والدولة والولادة والعهد والمصطنعة وشيء هذا القبيل. يعني الفعل ليس يعني ردة الفعل ليست مناسبة للفعل. حلل نفسيا أو تاريخيا، أو قل له ما هذه الهوية التي كل شوية يطلع لنا بها واحد. أول شيء دام التقرير، أول شيء مثل ما قلت أنت، المذيع جزائري والضيف جزائري والمتحدث جزائري والهوية جزائرية. دام هالمصطلح هز كيان الجزائر بأكملها، فهذا دليل أنكم لم تتوفرون ولن تتوفرون في يوم من الأيام عن هوية، وبين أن هذا أثبت أن عقدتكم عقدة هوية وداخلين في متاهة هوية مع بقية الدول. والدليل أن كل من تحدث وكل ما طال حد من إعلامكم تكلم عن الصناعة وتاريخ إنشاء الدول، ودخلتوا في أعراض الدول ودخلتوا في الهويات. فحنا نعلم جيدا أن من استعمر 900 سنة، فهاي 900 سنة كافية لمحو هوية شخص أو دولة بأكملها. 900 سنة كافية لاختلاط الأشخاص واختلاط الأجناس ومحو وتدمير الهوية. ولذلك التقرير هذا هز كيان الجزائر ورد. يعني أنت ترى أن عندهم مشكلة في الهوية، يعني هم يعانونها، والدليل ردات الفعل. لا أرى وإنما واضح وضوح الشمس أن الموضوع مسألة هوية وأزمة هوية ومتاهة هوية. يعني الإنسان ترك كل المجالات الاقتصادية والسياسية وترك ما سوت فرنسا، وترك تهجمات فرنسا، وترك تهجمات الدول الغربية على الجزائر، وتهجم على موضوع الهوية. لأنك إذا ودك تزعزع كيان الجزائر تكلم عن الهوية، بس هذا اللي زعزع كيانهم، فهذا أثبت أنهم بدون هوية. لكن عمر الجزائر ما شككت في هوية عمر الإمارات، ولا خطابها الرسمي ولا موقفها الرسمي، ولا طلعنا شيخ من شيوخكم غمز أو لمز في هوية الجزائريين أبدا. يعني الذي غمز جزائري. ابن الشيخ متربي، وابن الملك متربي، وابن الجنرال الفرنسي نعرف أدبه ونعرف قيمته. طيب ونعرف أن ما هي ردود الأفعال عندكم؟ هل سيكون هناك تحرك مثلا رسمي من الدولة رد على هذا التقرير؟ يوم الإمارات تشوف الجزائر كدولة لها سيادة ولها هيبة ولها وزن عند الأمم، وقتها ممكن إنه يكون رد. لكن الحين أنا أظني أن الجزائر لا هيبة لا بإعلامها لا برئيسها، كلها تفاهات. لأن طرد الجزائريين الموجودين في الإمارات، هل هذا وارد؟
لا انا اظني ان لا علاقه للشعب لا علاقه للشعب بالحكومه، ولا اظني ان هذا الشيء. اول شيء انا اثق في حكومتي، واذا اتخذوا اي قرار حنا وراهم وحنا وياهم، لكن لا ارى ان ممكن يكون وارد طرد الجزائريين، لان لا علاقه للجزائري. يعني منهم الموجودين يعني ياسين يسترزقون او ياسين يشتغلون او امورهم الله يصلح امورهم، هي لا ما اظني لهم علاقه بالنظام، الا من تطاول على الامارات من داخل الامارات او من برا الامارات وهو موجود داخل الامارات، فالتسفير على البلاد ولم يدشها مره ثانيه. هذه من جهه. ثاني شيء، لما طلعوا تقرير عن، شوف قمه النذاله في الاعلام الجزائري، قمه الوضاعه، انها التقرير لما طلعوه يصورون للشعب، تعالوا شوفوا الامارات، مطلعين صوره من 1968، مطلعين مصورين الامارات خيم ورمال وحاويات واشياء، كأنه ما ادري وين مصورين فيلم وشو مصورين للجزائريين. تعالوا شوفوا والله العظيم ترى هاي هي الامارات. لا بابا، لازم تصوروا لهم الامارات الحديثه، لان اذا طلعت اعلى طابق من برج خليفه ممكن اشوفك انت في وهران. صور له الامارات من داخل ابو ظبي، وصور له المشاريع العملاقه، وصور له تجربه التكاسي اوبر، الطياره هاي النفاثه على شكل هليكوبتر، صور له اشياء اللي ما يقدر يتخيلها في عمره. صديقي العزيز، اخوي الجزائري، اذا سافرت الامارات فانت تسافر عبر الزمن، فاذا سافرت الجزائر فهو تكفيرا على ذنوبك من الماضي. اذا يبغى النظام الجزائري يصور لك الامارات، يجب ان يصور الامارات الحديثه، ويصور الانجازات اللي صارت من ذاك التاريخ لين حين. عندما تاتي انت كجزائري وتتكلم، او كاعلام جزائري وتتكلم وتصور لنا الامارات على شكل رمل، وتتكلم عن تاريخ التأسيس، ألا تستحي أن هذا التاريخ يضرك أنت كجزائري تأسست قبل الإمارات، تأسست في 62 وتتربع على عرش الثروات، لكن في الحين في المقابل الإمارات العربية المتحدة ما سوته ما أنجزته من المشاريع العملاقة ومن الشركات الرأسمالية العالمية يفوق اقتصادك ويفوق اقتصاد 3 دول مجتمعة من الاتحاد الأوروبي. أليس من العيب والعار أن تتكلم عن الإمارات دويلة وتصفها بالدويلة حجما، وأنت تعلم جيدا أن فرنسا الصغيرة من استعمرتك 132 سنة وهي أصغر منك حجما، فلذلك الدول لا تقاس بالأحجام، لأن لو كانت تقاس بالأحجام لكانت الجزائر من استعمرت فرنسا وليس العكس. الامارات قويه وكبيره بمواقفها وبشركاتها. الامارات قبل سنتين لما سحبت استثمارات 3 شركات من بورصه لندن، انهار الاقتصاد بقيمه 2.8%، فما ذلك لو سحبت. انا لا اعتقد ان الجزائريين ينكرون القوه الاقتصاديه للامارات. اذا شيء جزائري ينكر ان الامارات قويه اقتصاديا هذا عايش في عالم اخر، يعني لا اعتقد ان هناك جزائري ينكر. هذه الخطه يا اسعد اساسا هم يرون ان الامارات، وهم يتهجمون على الدول القويه وليس على الدول الضعيفه، وهم يحاولون ان يقللون من قيمه ومن شان الدول القويه. ولماذا؟ لان الامارات تاسست من بعدهم، لكن وصلت ما لم يصلوه ولم يخططوا له ولم يحطوه في استراتيجيتهم، فلذلك تعال. اسمح لي جاسم، أنا لأنك الإماراتي الوحيد، هل هناك بعد مغربي في الموضوع نتيجة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والإمارات تتحسس الجزائر من هذا الأمر؟ وما صحة أن الشيخ محمد بن زايد حاول زيارة الجزائر ورفض تبون؟ إلا إذا سيدي الشيخ محمد بن زايد نحن لا نتدخل في أموره، لكن في خيارين اثنين، يا إما أنه يسحب شركاته من داخل الامارات او يكفر عن ذنوبه بالرجوع الى الماضي. اما انا لا ارى ان في هناك زياره في دوله الجزائر، ولا حاليا استثمار، ولا هي وجهه وقبله مستثمرين. لكن من الناحيه الثانيه نرى وندري ونعلم جيدا ان عداوه الجزائر للامارات من ايام التاسيس ومن بدايه التاسيس. وانت تعلم جيدا والجزائريين يعلمون جيدا ان اول دوله اعترضت على تاسيس الامارات العربيه المتحده كانت الجزائر، وكانت طهران ايران اول دوله اعترضت. هذه معلومه مؤكده يا جاسم؟ معلومه مؤكده وابصم عليها بالعشر، وتعرف الجميع يعرفني هنا، لم اتي في يوم من الايام بمعلومه مغلوطه ولا مزيفه ولا حتى من اليوتيوب. اول دوله اعترضت على تاسيس الامارات كانت الجزائر العاصمه، واول دوله تربصت بوظبي وحاولت ضربها الى جانب ايران كانت الجزائر. وتكرر ذا الشيء في 74 و78 و79 وال81، وكان ذا الشيء
والحقد والغل اللي في الجزائريين من ذاك الزمن للحين، لأن الحسن الثاني من وقف جنب لجنب إلى الشيخ زايد الله يرحمه، الملك الحسن الثاني ملك المغرب، من ساعد واحتضن الملف وركض وراء سيد الشيخ زايد الله يرحمه لما وحد وأسس الإمارات، وخير دليل كدليل على شكر المغرب. تفضل. طيب خذ ورقه وقلم يا جاسم، خذ ورقه وقلم وابقى اذا انا بكمل النقطه اللي دمرت الجزائر ودمرت العلاقات واللي دمرت اقتصادهم، الا وهي يوم وضعت، ولاحظ جيدا متى اشتدت العداوه في العلن، كانت العداوه باطنيا وسكتت الجزائر ظهرا وناطقت كفرا، لما وضعت الامارات العربيه المتحده سفارتها في مدينه العيون في الصحراء المغربيه، فهناك تزعزع الكيان وتزعزع ما استطاعت الإمارات زعزعته، فهنا ثبتت الإمارات قوتها وهيبتها وسيادتها، وأنها لا تلتفت لا للأمم المتحدة ولا إسرائيل من يدعونها، من يخافونها ومن يخافون ترامب. السلام عليكم وانتظر هني. شكرا. أيوة انتظر، لكن خذ ورقة وقلم لأنك يعني ستكون معني بالرد. شكرا جاسم. معلومة جديدة أن الجزائر كانت من أوائل الدول مع إيران ضد تشكيل الإمارات العربية المتحدة. هذه أول معلومة أسمع بها. إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، وأعتقد أنها صحيحة، فهذا يبين أن الخصومة قديمة جدا، ربما تتعدى حتى مسألة المغرب. جاسم سجل هذا النقطة عندك. هل سيكون هناك رد غير مباشر؟ يعني أنا أرى أنه ما دام أن العنصر المغربي موجود في الموضوع، قد يكون الرد الإماراتي بالمزيد من المشاريع الاستثمارية بين المغرب والإمارات، أو فتح مشاريع في الأقاليم الجنوبية تحديدا، لأننا أعرفكم أنتم الإماراتيين تعرفون كيف تردون في الوقت وفي الزمان المناسب. وشهادة لله، هذا ليس نفاقا لك، أن شيوخ الإمارات من الأخلاق، وشيوخ الخليج كلهم، وأنا احتكيت بالقطريين، ممكن تختلف معهم سياسيا لكن ليسوا بذيئين إطلاقا، لأنهم يعودون إلى قبائل وأعراف وعرف وقبيلة وشيء من هذا القبيل، ونحن نفهم هذه الأمور. يعني لن تسمع محمد بن زايد يقول لمواطن ما ابن حرام أو مجهول الأب إطلاقا، حتى لو إلى آخر يوم في الحياة، لكننا سمعناها من تبون. أنا لفت انتباهي شيء، إن هذا الشخص اللي يتكلمون عنه قد قام بنفس الرأي في بودكاست في قناة أو بودكاست سعودي قبل 6 أشهر، ولم نرى بالغيث نفسه. بالغيث نفسه. كوش معه ثواني يروح الإشهار، نفس الشخص. معناته الجرح عميق من طرف الإمارات، معناته الإمارات جارحتنكم. يعني الموضوع ليس موضوع هوية، يعني ليس موضوع الإمارات بل هذا هو. أنك لم تسمع بهذا الكلام على لسان واحد من المجرمين في وقتنا الحالي. غريب يا سيدي الفاضل أنهم قطعوا رأسه. زين، هذا يتكلم عن تاريخ وهوية الجزائر في بودكاست سعودي، فمعناتها أن الجرح عميق، معناتها أن الجرح إماراتي. هل فعلوا تقرير على السعودية يومها؟ لم نرى. لو فعلوا لكن رأينا، لأن قبل 6 شهور. الموضوع قبل 6 شهور. أنت سألتني سؤال. أول شيء لم نرى ولا واحد من الجزائريين كنصيحة من البث، دام أن المتواجدين 7000 وشيء الجزائريين، دام النظام أخفق والجزائر أخفقت ولم تدرس ولم تعلم منكم الكثير، على الأقل اختاروا من بينكم عاقل يأتي ويستغل الفرصة بين كل الأجناس ويأتي بجملة مفيدة، ويترك الرسول على جنب وفلسطين على جنب، ويترك الأمور الخربطانية ويدخل في صلب الموضوع ويناقش بأدب بعيدا عن العرض وبعيدا عن النساء وبعيدا عن أنت رجل وأنت لست رجل وأنت كذا وأنت لست كذا، وبعيدا على الشخصنة، وناقشونا بأفكارنا. رحم الله والدينكم وجزاكم الله ألف خير. هذا أول شيء. من نقطة قلت السؤال اللي قال عن موضوع الرد، إذا كان رد من الإمارات العربية المتحدة فهو يكون رد يليق بمستوى الشيوخ. ركز على هاي، رد يكون يليق بمستوى الشيوخ، ونحن نعتز بأصلنا وبعروبتنا ونتبع شيوخنا وهم مثالنا في التربية. هذا أول شيء. أما بخصوص الرد على أرض الواقع فهو بيكون عن طريق سحب الاستثمار. إذا كان هناك رد، الله لا أتدخل في شؤون بلادي وأثق في حكامي، إذا كان رد
فهو يكون رد اقتصادي، رد على أرض الواقع، يكون عن طريق سحب الاستثمارات الإماراتية من داخل الجزائر، كأنه سحب البساط. ما زالت استثمارات الإمارات موجودة إلى هذه اللحظة يا جاسم؟ ما زالت موجودة ولين الحين. وقبل 3-4 أسابيع تبرعت الإمارات تقريبا أظني 8 مليون دولار مساعدات، هاي بس مساعدات. ثواني أتأكد لك من الرقم، والله العظيم إنهم آكل الملة، آكل الغلة وسابين الملة، والله العظيم. تدري مقولة اللي قلت لك أنا زمان اللي والله العظيم إنهم صد آكل الغلة. ثواني أشوف لك شو اسمه، ثواني أشوف لك مساعدة الإمارات للجزائر كم كانها. مساعدة الإمارات للجزائر كم كانت؟ كانت 6 مليون دولار. 6 مليون دولار وقبل 4 أسابيع. هاي من قناة النهار أونلاين. وفي شيء ثاني، قبل 1.5 سنة وصل حجم الاستثمارات الخارجية بين الجزائر والإمارات والناتج، وصل في ظرف ال10 سنوات 62 مليار دولار، لا سوري مليار درهم. هذا الشيء. فسبحان الله، آكل الغلة وناكر وسابي الملة. تعرف قصة اللي ربى الذيب. ممكن نتفاعل معك دقيقة بس، لازم تسمع هاي، لازم تسمع هاي زين ما زين. اوكي. لا هاي ما سمعتها، بعدك ما سمعتها انت الحين، توك سمعت ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بعد اياي شوي. تعرف ان ذاك الراعي، دوم اقول القصة هاي، ذاك الراعي الذي حز في خاطره الذئب في الغابة فرباه، لكن لما اشتد صاعده اكل نفس الغنمه او نفس اللي كان ترضعه، فقال: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وانت لثديها ولد ربيب، غضيت بذرها ونشأت فينا، فمن انباك ان اباك ذيب، اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. فهذا انطبق المثال ان على الجزائري: ما ادراك ان اباك ذئب، اكلت غلتنا وسبيت ملتنا ودخلت في عرضنا وتطاولت على شيوخنا وتطاولت على تاريخنا وتطاولت على هويتنا. وإذا كان الرد فيكون يليق بمستوى الإمارات ومستوى الإماراتي ومستوى الشيوخ، وسوف نرد لا لو سمحت يا زيد، لو سمحت يا زيد. خليه يتفاعل. قبل شوية كنا نتكلم تفاعل معي أسعد، أنت ما سكته. طيب تفضل تفاعل. تفضل بس بسرعة. أي أوكي. عن أي ملة وعن أي غلة التي تتكلم عنها الجزائر لا تحتاج الإمارات أخي. الإمارات كان لديها مصالح تجارية، استثمارات ما بين الدول كأي دولة من الدول. الجزائر عندما جاءت الإمارات لتستثمر لم تأتي يعني بلاش، يعني هي كانت تأخذ حقها وكانت تخلص يعني على من المليم. احتياجات الجزائر لا تحتاج أحد. ممكن تعطنا مثال؟ عطنا مثال. لدينا خيرات ولدينا الإمارات ولا تحتاج يعني الإمارات. كيف نحتاج الإمارات؟ دول أعظم من الإمارات لم نحتاجها. كيف نحتاج الإمارات؟ زيد ممكن تعطنا مثال؟ على فكرة الغالي، أنت ما عندك حتى إنترنت لتناقش إماراتي. أنت حتى شبكتك من مستقرات. الإمارات كان عندها استثمارات في الموانئ الجزائرية، كان عندها استثمارات في شركة التبغ. زيد يا جاسم، لأنه فعلا الاتصال ضعيف من الموانئ الجزائرية. لحظة شركة التبغ. يا زيد عندك مشكلة في النت. أنا مضطر أنزلك وتحاول الصعود مرة أخرى، ودعوني خلينا نسمع صوت آخر يا أخوان. لحظة يا جاسم. الإخوة الجزائريين الذين طالبين القسط عددكم كبير، لكن أسألكم بالله، الذي منكم عنده ما ينقال وعنده أسلوب للحوار وعنده طريقة للحوار يكتب لنا في تعليق وإحنا بنصعدك. أما هكذا نطلعكم إحنا خايفين تسبوا لكم عباد الله. أنا أحاول أطلع الذي أنا عارفهم، ما الذي أنتم مش معروفين صلاحة. قل أقسم بالله أنني لن أسب، صافي هكذا، ونطلعكم مباشرة وتكون قد حلفت بالله وصافي. أسعد ممكن نرد على الإماراتي؟ خلها طيب جاسم. لا جاسم بتتحملني الحين 5 دقائق بقول مداخلتي مفصلة وبنسحب عنكم وبنتظر تحت لين يأتي جزائري عاقل. لا خذ ال5 دقائق خلوه. لحظة يا حازم لو سمحت، خذ ال5 دقائق يا أخي، وقول ما تشاء. أنت الإماراتي الوحيد هنا، ثم نعطيه كونغستر بعد ذلك مباشرة، بعدين لمين. لا لمين ثم كونغستر. تفضل يا جاسم.
الشرعي اذا كان انا عندي فرصه بس ما اخذتها. انا سوداني يعني، عرفت شلون؟ أنا حاضر سنعطيك يا اخينا السوداني، سنعطيك. مرحبا. وانا اريد مداخلتي في حضور الاخ جاسم من فضلك اخ اسعد. يا اخي ما نجبره يبقى، اذا هو يريد يمشي انا ما اقول لك انا ما هو السوداني يوم يكون الموضوع السوداني يوم يكون الموضوع السودان الامارات ما فينا نناقش كل الدول في نفس اللحظه ونرد على كل حد وناخذ ونعطي ويا كل الناس. موضوعنا الحين العالم. انت شخصيا ما عندي معك مشكله يا جاسم، لكن انا عندي مشكله سياسيه. احنا ما ياسين شخصا يا اخوي الثقب، احنا ما ياسين شخصا، ما في ما شخصنا مع بعضها يا جاسم. اسمع علي معليش، خليه يكمل يا اخي، خليه يكمل لو سمحت، خليه ياخذ مداخلته وبعدين ناخذكم انتم. وهو بيقول لك هو سيبقى تحت ان وجد من يناقشه سيناقشه. سدوا المايكات خليه يكمل. تفضل يا جاسم. اذا كانت الموانئ اماراتيه والمطارات اماراتيه والانترنت اماراتي وتسب فيها اماراتي، اليس من قله الادب؟ اذا كانت الاستثمارات اماراتيه والمساعدات اماراتيه ونص الاستراتيجيه اماراتيه، واذا كانت اول شركه رفعت الفائض في الانتاج في حاسي مسعود اماراتيه اللي هي شركه الادنوك، اليس من العيب والعار التطاول على الامارات؟ اليس من العيب والعار تبقى حتى تسمع الرد من عندي، ما تروح يا كونغستر. لا تفتح الميكروفون لو سمحت يا اخي. كونغستر انا دوم اقول لكم يا كونغستر صبرانين على 932 سنه من الاستعمار. ما تصبر على 5 دقائق مال جاسم؟ اصبر بس 5 دقائق، ما هي قليله. سد المايك يا من العيب والعار. اكمل يا جاسم اكمل. اليس من العيب والعار والله العظيم نفس الكلام اللي قلته امس بعيد اليوم. اليس من العيب والعار والوضاعه ان تترك فرنسا وتكتب مقالا صحفيا مفصلا ومطولا تجاه دوله ويحمل كل انواع الدناءه والوضاعه والتطاول والاسقاط، وتضع اسم الامارات بدل ان تضع اسم تركيا او تضع اسم فرنسا؟ الم يكن الاشدر بالجزائري ان يكتب هذا المقال في حق فرنسا من استعمرته؟ ايها الجزائري، انت برمجت على شيء موجه ضد الامارات. الامارات هي ليس من استعمرتك وليس من قتلتك وليس من اغتصبت نساءكم في عهد الاستعمار، مع احترامي للشهداء ومع احترامي للشرفاء على مصطلح الاغتصاب فهو متعلق بفرنسا ولن اكرره مره ثانيه. اليست فرنسا من بنت برج ايفل بحديدكم؟ اليست فرنسا من استثمرت فيكم؟ اليست فرنسا من انجبت منكم ثروات واطنان من الذهب الخالص؟ اليست هي من اجرت عليكم التجارب النوويه وليس الامارات؟ اليست الامارات من نست اعتراضكم عن ملف تاسيس الاتحاد؟ اليست الامارات من نست تآمركم على ابو ظبي؟ وليست الامارات من نست تخطيطكم مع القذافي مع ايران من اجل اغتيال الشيخ زايد والحسن الثاني للمره الثالثه وتستر عليه الاعلام؟ وفي وايدين ناس ما يعرفون ان حاولوا اغتيال الحسن الثاني والشيخ زايد للمره الثالثه. اليست ادنوك الاماراتيه من رفعت انتاجكم بال 2013 وال 2015؟ اليست الامارات من تبرعت لكم ب 35 مليار دولار في ال10 سنوات الاخيره عن طريق استثمارات؟ اليس الامارات من اتت بشركات راسماليه عالميه مثل دي بي وورد الاماراتيه في مجال الموانئ؟ وهي على فكره الشركه هاي مسيطره على العديد من الموانئ حول العالم والعديد يعرفوا اللي هي مقرها في جبل علي. الامارات اللي تهجمت على تاريخها مثل ما قلت قبل شوي في مقال او فيديو، انجبت اناس، انجبت شخصيه والله تتمنى انت كجزائري تتمنى ان تحصل على نفس الشخص، ولن يكرره التاريخ لا في الامارات ولا في اي شخص. سيدي الشيخ زايد الله يرحمه وبارك الله في عمر سيدي الشيخ محمد بن زايد واطال الله في عمره، الامارات الاشياء اللي صنعتها في هاي الفتره من ذاك اليوم لين حين من ايام التاسيس ولا زالت تصنع، صنعت التاريخ صنع التاريخ تفتقد له وصنعة هوية تفتقد له. وحنا الغالي موجود الوقت اللي كان يدي يحارب البرتغاليين في 1500 وفي 1400 كان جدك انت يقبع تحت الاستعمار او تحت الاحتلال العثماني. فلا تتكلموا عن التاريخ، اذا كان شيء اسمه تاريخ فاسمه الامارات، وان لم يكن فنحن صنعناه. والامارات يا اخوي الغالي صنعت التاريخ وصنعت المستقبل وصنعت الحاضر في جميع المجالات، بدءا من مجال الاتصالات مرورا بالطيران والبنى التحتيه والطرقات والصناعات العسكريه اللي بايادي اماراتيه. وين ما حل الاماراتي معزز مكرم، ولم نرى في يوم من الايام اماراتي يشتغل تحت يد فرنسي ولا تحت يد اسرائيلي ولا تحت يد امريكي، بل راينا العكس.
نأتي بالأمريكي ونأتي بالإسرائيلي ونأتي بالبريطاني ويشتغل تحت يد الإماراتي، ولا نمن على أحد، وإنما هذه أرضنا واستفدنا من ثرواتها بقيادة رشيدة، ورحم الله من توفى، وبارك الله في عمر شيوخنا وقادتنا اللي ربونا، أننا لا نرد الإساءة بالإساءة، وأننا نترفع عن من يسيء لنا، ولا نفاجر في الخصومة، ولا نطعن في شرف الجزائريات حتى لو على قصر قابنا. ومشكورين على المساحة،